يتكره بأرخص ثمن ينباع، لكن اللي خدم يتخدم بالروح لا ينباع. اي سايح ما جاش الاقصر ولا ركب الحنطور واتحنطر نظن ما يعيش ولا يوم. جواها جميل والطبيعه بتاعتها حلوه. الأقصر هي أيقونة الحضارة المصرية القديمة. السائح لما بيجي من المدينة مش عاوز يروح، ما يغسل همومه، بيحسوا براحه نفسيه هنا. كفاية كرم. الناس أكيد احنا مش بنسميه زائر، بنسميه ضيف. يعني رحلة القدماء المصريين موجودين في قاعة الأقصر دلوقتي. فيها سر مهما اوصل فيه مش هقدر اوصل له. هذا سر حقيقي، سر رباني يعني. أهم مدينة أثرية في العالم. الأقصر تعتبر موسوعة مصغرة لتاريخ وحضارة مصر. بتتميز بكمية آثار مش موجودة في أي مكان في العالم. بنتكلم على أكتر من 4000 سنة عمر تقريبا. بنتكلم على تنوع غير عادي. الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، العصور المتأخرة، الفترة اليونانية، الفترة الرومانية، في تنوع غير عادي. يمكن الأقصر هي المكان الوحيد اللي بتتفرد بوجود هذا الكم الزاخر من الكنوز. أنا ابن الصعيد بلاد النعم والعزم الحديد، أنا ابن